السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة معانا شميز ابيض خامة روزالين، قصين فيه بنس من الامام وبنس من الخلف، وهنتعلم في الفيديو ده ازاي بنركب الفازلين على الشميز وازاي بنقص الفازلين اصلا. زي ما انتم شايفين دلوقتي ده الامام بتاع الشميز، فانا طبعا عندي الامامين واحد يمين واحد شمال، بناخد اي واحد فيهم ونقيس اول حاجة طول المرد. فانا قست طول المرد، هنا طلع طول المرد 72 سنتي. بعد كده بنشوف عرض المرد، المسافة اللي احنا سايبينها بالعرض كام سنتي زيادة. فانا هنا في الشميز ده سايبة عرض المرد 6 سنتي، فقصيت قطعة فازلين طولها 72 وعرضها 6 سنتي. وزي ما انتم شايفين انا بقيس ال6 سنتي على ابعاد مختلفة، بحيث ان انا لما اجي احط المسطرة المستقيمة يبقى الخط معايا مظبوط، مفيش مثلا حتة عريضة من فوق وحتة رفيعة من تحت. هحط خط بالقلم الرصاص كده، يبقى ده اول مرد اللي هو مثلا الجنب اليمين. المفروض ارسم المرد التاني الجنب الشمال، هرسم زيه بالظبط، يعني ده عرضه 6 سنتي، ده كمان هيكون عرضه 6 سنتي. وهقص الشريحتين دول من الفازلين، وبعد ما اقصهم هثبتهم مكان المرد بايه؟ بالمكوى طبعا. وهنشوف العرض بتاع المرد 6 سنتي، لكن بعد الخياطة هيكون 3 سنتي علشان هتني الجزء بتاع المرد ده. احاول ان انا استخدم مقص نوعه كويس، ما يكونش يعني بيعضعض وكده. طبعا انتوا عارفين انواع المقصات، في عندي مقص تايواني، مقص ماليزي، في مقص ايطالي اصلي. وطبعا المقصات ليها ارقام مختلفة ومقاسات مختلفة. يعني المقص اللي انا شغالة بيه في الفيديو ده مقص رقم 8. عندي برضو المقص الكبير اللي هو مقص رقم 10. عندي رقم 8 ده اللي هو ماليزي، وعندي رقم 10 اللي هو الإيطالي الأصلي. طبعا النوع الإيطالي بيكون أفضل، لأن النوع الإيطالي ده بيكون يعني بيتحمل أكتر، والماتريال بتاعته كويسة، مش بيعضعض في القماش. إذا لا قدر الله وقع منك فهو بيستحمل الخبطات. فأنا أرشح لأي حد إن هو يشتري المقص الإيطالي. لكن لو مبتدئة وعايزة حاجة خفيفة على ايدك او حاجة سعرها معقول، ممكن عادي، مفيش مشكلة ان انت تبدأي الاول بمقص الماليزي او التايواني كبداية. ونخلي المقص رقم 10 ده للأقمشة الشتوية التقيلة. هنا طبعا انا بوري المجموعة بتاعتي ان احنا الفازلين بيبقى ليه وشين، في وش مطفي ووش بيلمع. الوش اللي هو بيلمع فيه طبقة صمغية، دي بتدوب مع السخونة بتاعة المكوى. فالمفروض ان الوش اللي بيلمع يكون هو اللي على ظهر القماش. الوش اللي بيلمع هو اللي على ظهر القماش، خلي بالكم، لان انتوا لو عملتوا العكس وخليتوا الوش اللي بيلمع لفوق هيلزق في المكوى، وكده قطعة الفازلين بتاعتك هتكون باظت. ويا ريت ان انتي تختاري نوع الفازلين اصلا كويس، يعني في فازلين بيبقى خفيف قوي، في متوسط السمك، وفي تقيل جدا. الفازلين التقيل جدا ده اكتر بيستخدم للكولات. هنا الفازلين اللي انا مستخدماه يعتبر فازلين متوسط السمك. وكمان بننبه لما اكون بشتغل على الاقمشه البيضاء او الاقمشه الفاتحه عموما، وهتستخدمي مارك تعلمي بيه او طباشير، فطبعا يا ريت ان انتي تستخدمي لون فاتح علشان ما ياثرش على القماش بتاعك. انا هنا عندي المجموعة بتاعتي كنت عايزة الخطوط تبقى واضحة جدا والمقاسات واضحة جدا علشان يبقى سهل عليهم يشوفوا، فانا استعملت طباشير لون واضح. لكن لو انا هعمل الشميز ده مع نفسي مش بشرح قدام مجموعة، كنت استخدمت اللي هو القلم الحراري. والقلم الحراري ده يا جماعة قلم احنا بنستخدمه، لكن لو انت عايزة اثر القلم يروح ممكن يروح بالمكوى، تكوي مكان الخطوط اللي انت خططتيها، او بالسخونة بتاعة السشوار. والاقلام الحرارية متوفرة عند بتوع خردوات التفصيل عادي جدا.